شنو نقول لك الصراحه، تعذبات معايا الوالده الله يسمح لي منها. الوغ من بعد محمد غادي يدخل للروض، غادي يقرا باش يتعلم يقرا. يا سلام. ومشاو قيدوني في واحد الروض اللي كان غير في الحي ديالنا بطبيعه الحال. وداك الروض كان غير واحد الكراج وفيه واحد طبالي، وكانت واحد الاستاذه تما كتقرا لنا. الصراحه ما بقيتش عارف بالضبط على الاسم ديالها، واش كانت سميتها فاطمه الزهراء ولا كانت سميتها الهام، ما بقيتش عاقل بالضبط. ولاني كانت استاذه على ما اظن ظريفه، حيت على ما كانت تعاود لي الام ديالي كانت كتعاملني مزيان. فمشيت كنقرا في الروض، وهذيك الساعات الوالده كتديني الروض كنقرا معايا ديك اللوحه ديالي الطباشير، وغادي حتى انايا ومعايا الدراري صحابي ولا كنتلاقاهم تما معايا في الروض، وكنقرا واحد الساعه ولا نص ساعه ما كاملاش. بواحد المرات ما كنبغيش نمشي، او لا انني كنمشي الروض وكنبقى نبكي تمايا، كتجي الام ديالي مورايا وكترجعني، او كيصيفطوني مع شي دري كبير او شي بنت كبيره، لان داك الحي اللي ساكنين فيه كلشي معروف، كلشي يعني كيعرفوك انت ولد فلان وفلان ولدك هذاك وهي غاده، يعني كنا معروفين. غير كيقولوا له قد هذا مو كيصافي كيشدوك من يديك او كيهزوك كيديوك عند الام ديالك. فقريت في الروض، ضربت عام تقريبا في الروض، كنمشي مره ما كنمشيش، مره كنصبح مريض، مره كنصبح ناعس ما باغيش نمشي، والام ديالي كدير لي الخاطر ديالي. اسيدي غادي ندخل للتحضيري، وايماجينيو معايا الروض ماشي هو التحضيري. فصافي مشاو قيدوني في التحضيري يعني في المدرسه، والام ديالي غادي تديني للمدرسه، وانا ديك الساعات غادي وما عارف والو، غادي صافي قيدوني غادي باش عرفتو ديك الدخول الاول باش كتمشي ما عندك والو ديك الساعات، غادي ديك ماما كنمدرسه كتدخل كتجلس. مشيت ما بغيتش ندخل، والمدرسه كانت بعيده علينا شويه، كانت الام ديالي ضروري خصها تديني بيديها وترجعني بيديها، وانا ديك الساعات المدرسه كانت كتجيني بحال الروض. يعني هادشي اللي هي الفكره اللي كنت واخد، يعني غنبكي ولا غنبقى نشد في الام ديالي اترجعني. بقيت كنبكي ما باغيش ندخل. الام ديالي شداتني عطاتني الاستاذه ورجعات، وانا كنبكي وكنغوت، كنتسنى من الاستاذه ديالي تكون شي واحده كديه الام ديالي. ما قالت لي حتى شي واحد، بقيت كنبكي تمايا حصه كامله، حتى جات الوقيته اللي غنخرجوا وخرجت. ومنين خرجت وخارج معصب، حيت من الام ديالي جات بحال اللي الام ديالي سمحات فيا، وهذيك كتكون اول خطوه ليا باش نعول على راسي. صافي كنخرج من واحد الاطار ديال العائله وكنولي اطار نفسي، يعني بوحدي ديك الساعات. صافي النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث وليت كنولف. صافي عطاوني ديك الورقه مكتوبين فيها الادوات شنو خصني، الدفتر، كتاب، ستيلوات، فهمتي هذوك الاوراق معروف، المسائل الدراسيه راه معروفه. مشيت عطيتها للام ديالي، والام ديالي عطيتها للاب ديالي باش يشريو ليا داك الشيء باش ندخل نقرا. هذيك الساعات مشيت شرينا داك الشيء وفرحان بالشكاره، فرحان بالكتوبه، عندي بزاف ديال الستيلوات، عندي بزاف ديال الملونات، واحد الفرحه كبيره بزاف.
وليت ديك الساعات كنقول غير فوقاش غنمشي للمدرسه، غير فوقاش انني غنهز الشكاره. وراكم عارفين ملي كتكون صغيور الاب ديالك تيشري لك الشكاره مثلا ديال الرسوم ولا فيها شي حاجه، يعني الشكاره ديالي كانت على قد الحال ولكني بخير. انا ديك الساعات فرحان